جيب لي هدية. السحرة اللطيفة والحلوة. مفاجأة القهوة. شرايح لأنه نزلت سوق سريعة تعتبر. بدي أجيب فيها كم غرض، أعمل هيك كم تجهيزة سريعة ومن بعدها وأجيكم من هيك كملوا الفيديو اعملوا لايك وشاركوا مع أصحابكم مثل ما قلت. حتى لو كنتي سنجل حبي حالك، روحي اشتري شي لإلك انتي حاببتيه. تعلموا كيف تحبوا حالكم وما تكونوا يعني ناطرين السعادة من شخص تاني. هاي اوتفيت شيك سريع قبل ما اروح. شايف يا بابا، هي رسالة لك، عم نحضر لك مفاجأة. بحب اخبركم الساعة لسه 8:30 الصبح، يعني ما في حدا بالشوارع والجو كتير بشع على فكرة، بس عادي رغم كل الصعاب رح نضبطها. هلا حابة اقول لكم اخيرا وصلت على المول مثل ما شايفين، بس طبعا لسه كثير محتارة، انا ماني عارفة في بالي اكثر من فكرة الهدية. اول شيء خليني جيب لي هدية ومن بعدها انتقل لفكرة يعني مبدئيا بحب اخبركم واقول لكم اني لهلا ما لقيت شيء وتعبت. محل المشوار بدون احمد، هي اول شغله. وثاني شغله الجو كثير بشع عن جد. تعالوا اورجيكم الاجواء، كثير برد وهيك ثلج عم ثلج، تخيلوا شايفين كيف؟ يعني حرفيا ما في كثير عالم بالطريق. مبدئيا حابه اطمنكم اني لقيت هديه. شوفوا شو حلو امان، هذا من ضمن الهدايا طبعا بحبهم، بس احمد كثير بيسوي شعره بشكل يومي وهي الماركه كثير منيحه. انا عندي منها الليف والبرد والشعر وهيك، فهذا سشوار صغير يعني فينا ناخذه معنا السفر. يبقى ناخذه هلا صار لي يعني. واخيرا صار فيني الكون انه الهديه صارت بايدي، بس معلش ما ندقق على التغليف، اقسم بالله قهرتني هي اللي بتشتغل هني. اول شيء لا تنسوا انكم تحطوا لايك وشير وسبسكرايب. ثاني شيء توقعوا، احذروا وقفوا الفيديو، شو بتتوقعوا انه تكون الهديه؟ يعني شايفين هي صغيره بس التغليف ما بعرف، قلت له بدي اياها للفالنتاين، بس هيك اورنج واحمر واخضر، شكلي رح ارجع فكها بالبيت واغلفها على ذوقي. دخلت هون لادردر معكم شوي واحكي. طبعا مبدئيا انا الهدايا اغلبها بحب اختارها تكون هيك، يعني شيء بضل ذكرى، بيكون شيء يعني هيك معنوي يعني. فهلا رح نروح نجيب بقيه الشغلات والاغراض نجيبهم مع بعض ونحضر هيك السحرة اللطيفة والحلوة. استعدوا. ترى واخيرا صار فيني لكم اني صرت بالبيت، ما قدرت ابدا اني اصور لكم برا بقيه التفاصيل لانه عن جد كان برد سقعه، وكان بس بدي لحق اني ارجع واخفي اثار الجريمه قبل ما يرجع احمد. مبدئيا شوفوا شو جبت، كمان حاولوا تحذروا هي اللي شو ممكن تكون، لانه الفكره ببالي كثير حلوه ومجنونه. وكمان جبت شغلات ثانيه مثل ترارا، لانه بتعرفوا انا حامل وكثير صعب علي اني اقعد انفخ البوالين، بقولكم انا اساسا طلع برا البيت عليك. فجبت هذا الاختراع اللي هو بينفخ البوالين على الكهرباء، عرفتوا كثير سهل الجهاز كله، انا كنت بعرف هذا الشيء فجبت منه. وكمان جبت شغلات ومنهم تغليف. لانه شفت الاورنج فز على عصبي، فلهيك بدي اقعد غلف البيت وارجع اضبطهم هيك على كيفي يعني. وفي شغلات ثانيه جبتها احرق لكم كل شيء ولا ما اورجيكم اياهم. جبت كمان هون كم غرض ورجيكم اياهم، منهم ولد احمر طبعا لازم، وشغلات ثانيه للزينه وبوالين واشياء. فان شاء الله بكره رح تشوفوا كل التحضيرات، رح نعمل الطبخه مع بعض ونظبط الاجواء وكذا وصور لكم اياهم خطوه بخطوه. الو الو ابو ابجع، ما اجي على البيت. قد ايه بدك طريق يا روحي؟ اخر شوي، اعملي لك فتلات. الله وفقك، عم بعمل غدا لانه لا بديك توصل وقت يخلص الغدا. خلص هلا انت دقلي بس صرت تحت وانا بقول لك ماشي، يلا باي.
وهلا من بعد ما خلصت البولين وحطيت لهم هدول الشرايط، شو رح اعمل يا حضرتكم؟ رح اخذ اللزاق واعملها هيك، يعني لفها على بعضها لحتى تصير تلزق من الطرفين، ورح احطها على اطراف البالون من فوق، لانه للاسف ما قدرت اني اوفر غاز الهيليوم، بس هيك الطريقه بتكون احلى واسبل. هلا بتشوفوا كيف رح يصيروا. ومبدئيا هيك طلعوا البولين. شايفين قديش صغار، بس عادي. هلا رح ركب لهم هون كمان هيك ديكور ورد. هلا رح اورجيكم كيف بعلق الوردة بهاي الشريطة وبيطلع موديلها كتير حلو. فهلا شوفوا النتيجة كيف رح تكون. هلا اجينا عند فقرتي المفضلة واللي هي الطبخ. طبعا شوفوا هون انا كنت عم بسلق البروكولي والجزر مثل ما شايفين. استنوا وهلا شو رح اعمل يا حضركم؟ جبت البطاطا هي كتير نحن بنحبها وكتير طيبة لما بستيك اللحمة خصيصا، هي بتجي بالروزماري، فهلا كمان رح سويها. وبالاضافة لانه لازم تصير تحضر الستيك لانه ما ضل معي وقت ولسه شوفوا منظري هلا نقطة تحول عند كل بنت. فلهيك هلا رح جهز الستيك وبلش حضر الاكل وروح جهز حالي لانه ما ضل معي وقت. وهذا اختياري للفستان، خبروني شو رايكم؟ حبيت هيك كمان يكون بهذا اللون بما انه موضة هي السنة، وكتير هيك حلو وكعب مريح بنفس الوقت. بحب شي بسيط ونكون مرتاحين، نتعشى على رواق ونعمل نشاطات كتير حلوة. كملوا الفيديو للأخير، لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب مشان ما نزعل من بعض ويروح تعبي على الفاضي. وهيك الأكل بيكون صار جاهز كمان، موضة غير شوي وبيوصل أحمد لهيك. إلا أنا عم بعمل التعديلات الأخيرة وهلا عم جهز مثل ما شايفين. كمان عم حضر شي نشوفهم بالاكل. كيف الفن والابداع. طبعا ناطره هيك احمد دائما بدق لي قبل ما نوصل، بس تخيلوا هلا يفوت فجأة وما يكون لاقط. طبعا ليكو انا ما عم دقق على الاضاءه وعلى الهيئه الظابط لانه عم صور لحالي، ويعني بس دار عم يزبط معي. لهيك بدي ادعمكم اذا عم تحبوا تصويري لحالي ولا لا، ما بقى عايده ابدا. احمد تعال احكي لنا رايك بالمفاجاه. والله مفاجأة ما توقعتها منك. صح؟ كثير حلوة عندك مبين. انا كنت عم فكر اليوم شو البس احمد، وانا عم بقول يعني دققت لي طلع وانا خلصت شغل وقلت لها بالعاده انا بخلص شغل بحكي معها بالعاده بسالها صرت اركض ما رح انتم شاهدين اساسا. بسالها اذا لازم شيء جيب لها بيجي معي شيء على الطريق. بعدين لما قالت لي انه تاخر وهيك قلت غريبه شو عم تعمل عريج؟ شو عم تعمل؟ شكيت في شيء قلت لها روح لحق حالي جيب ورد بسرعه. لا انا كنت مخطط اصلا لما طلعت من الشغل. بس حلو طلعت. لحظه شوي، لما طلعت من المكتب ضليت بهذيك المنطقه محل ما انا عم بشتغل. بعدين دقيت لي لهيك هو تاخر لدق لي على تمام. فكره ماله بالعاده. دورت على ورد هنيك العالم كلها منفقه، ما في حدا يعني. في لقيت ورد بس ما لقيت انه ورد كثير حلو. لازم تلحق حالك تطلع قبل بيوم مثلي. تكون وبعدين شاطر. وصلت على الباب، عفتني على الباب شي 5 دقائق وانا عم بستنى. طيب شو بدي اعمل؟ عم شغل شموع واركض وظبط زاويه الله يعطيك التصوير. العافيه. حبيت المفاجأة؟ كثير حلوة وشكرا كثير. عملت لك اكلك اللي بتحبه احمد، ما شاف الاكل الصحي والستيك والبروكولي وهالقصص،
فاليوم العشاء مميز يعني. انا الاكل هلا ما عاد فيني اصبر. يعني هلا. كثير بشهي. رح رح ناكل ونرجع لكم لانه مجهزه نشاطات كثير حلوه كمان. والله. عن جد؟ هلا بتروح بتغير الستايل نقعد خلص تمام. راجعين. وهيك بكون رجعنا لكم من بعد ما تغدينا. واحمد شبع وبين شقره وتغير اللون. وطبعا غيرت له ثيابه، كان بودي من الصبح قال له احمد لبس هي الكنزه، بس قلت لا ما تفقسي المفاجاه يا بنت. فهلا خليته يغير لحتى نتجهز لفتح الهدايا. بس عن جد قبل ما اعطيكم الفيدباك تبع الاكل اللي رجل عملته، كان كثير طيب وبيجنن. يسلم ايديكي والله. احمد راح قلبه بالاكلات، فلهيك يعني كان بدي اعمل يعني خلص انا هلا يعني كل ما بدي ارجع على البيت بدي الاقي هيك صحن. حبيبي انت فهمان الموضوع. لايك وشير وسبسكرايب، شو كمان؟ وتفعلوا زر الجرس وتحبونا كثير على الفيديوهات. ها نحن بنحبكم بمناسبة عيد الحب. فهلا ما تنسوا تدعمونا هلا، لانه دعمكم لنا بيخلينا انه نحن نتحمس ونشتغل ونصور ايه اكيد انتم كان هاي المعلومه من قبل. هلا احكي لي شو بتتوقع؟ ما رح تتوقع، انتم بتعرفوا. بس هي لا. شو فيها هي سميري؟ ايه بعرفها بتحبهم. ما خطرت لي ابدا. وهي صراحة ما بعرف شو جايب لي. هلا انا بتوقع احمد جايب لي عليك بدون ما يسالني بارفان، لانه هو بيعرف عشقي للبارفانات، وكل مره بتفتق له على بارفان جديد. هلا انا شلت من الهديه الوردات، يعني انا اغرمت. شلوني معك؟ والله العظيم مزوق وفنان من لما اخترتني بجننوا. فهلا رح نفتح الهدايا ومن بعدها نعمل هيك كم نشاط مع بعضنا. اوكي يلا. يعني الحمد لله كل شيء عندي، ما متوقع. وبالعاده بيحذر انه مثلا باط، بس مستحيل نمرت رجله لاحمد بدها 3 كراتين. مو شو هي؟ شو جبتي ليس؟ والله سشوار؟ هي ماركتي نفسها اللي عندي منها. والله حلو. حلو؟ عن جد حلو. وهذا شو زغنون صغير، هذا مشان تقدر تاخده معك على السفر، وبعرفك انت يوميا تستخدمه. خلاص. شلون؟ كثير حلو. وهي ماركته كثير منيحه، نفس الليس والفيرت يعني. عن جد كثير حلو. هلا نشوف شو هو. عن جد مو بعرفاني المعتاد، يعني شيء جديد ولا شيء بعرفه؟ لا برفانك المعتاد، مشان نكون صريحين مع بعض. نفسها رابي تقور قلبي اول ما بيقدر بيخبي على دغري. لا رح شقة. اوكي والله شيء جديد. شو هذا؟ علبة حمراء. هي على عيد الحب علبة حمراء. جيزادة لك. شو خطر لك اليوم؟ اقسم بالله فتت على المحل وبخيت منها لاتاكد من ريحتها وشوفها. عن جد؟ شو خطر لك؟ بتعرفي انه انت زونه واحد. يخبرني كثير حلوة. سميري. سميري. عشان نتسلى فيهم هلا بالسهرة، مو محضرت لك نشاطات والعاب. شو بدنا نتسلى؟ ناكل سميري. سميري. تعالوا نشوف. هلا هون هلا بدك هذا تلمي هدول كلهم ها اليوم؟ والله يا حبيبي انا عملت لك اجواء ومفرقعات. معقول انا الكلمة؟ لا. لا على طوق. والله حلو. حلو؟ يا سلام. تعالوا احكي لكم شو فكرة الطوق، من وين اجت لي الهدية. تمام، طوق فضة. انا من قبل مختبرت لاحمد انه بتحب طوق الفضة، يعني انا عرفت ما بحس كل الشباب ممكن بتحب اني تلبس طوق الفضة، بس انا بحس احمد بيلبق له. وهذا البلاك ورجانيا، هذا قصته انه صار له 6 سنين بايده. هذا اول هدية على عيد ميلاد احمد. عيد جبت له البلاك الفضة، ومن وقتها ما بشيله من ايده. هي اكثر شغله بحبها، كانك بتقدر هيك قيمه هداياي. فاليوم قررت اني اجيب له الطوق. لا حلو كثير حلو. حبيت. يعني هيك رح نروح نتسلى شوي انا واحمد، نعمل نشاطاتنا وبشاراتنا، اشياء نشربها ونقعد نلعب ونتسلى، لاني جايبه فكره كثير حلوه يلي هي ترارا. جايبه كرتون، حابه نلعب هيك نشاطات وكذا واشياء. جاهزه تخسري؟ والله يا حبيبي ما بظني اخسر.
هيك من بعد ما خلصت أريج اتفقنا ما هي اتفقنا ابدا هذا غشاش أريج خلصت خلاص ما قلت لي يلا فيه كافر حجر رقم حجر هيبدأ يلا حجر رقم خاص شلون؟ شفت لك والله العظيم الله انا بحبني لا هيك حابين نقول انه خلص فيديو اليوم وكذا هيك حب وانتو معنا وانتو وانتم معنا بحياتنا وبس كنتم تصبحوا على خير ونتمنى لكم حياة حلوة وكلها حب اكيد طبعا ونجاحات اكيد طبعا وهي الوردة لكم مني ومن أريج يلا نحبكم كثير باي